سنة 2006 جه ممثل أمريكي وزار الهرم ونزل سجل قدام الهرم وباس الأرض بتاعته. الممثل ده داني جلافر وهو ممثل أمريكي من أصول أفريقية. طبعا الحركة دي لفتت نظر العالم كله وبدأ الإعلام يسأله هو أنت ليه عملت كده وليه جيت قدام الهرم ونزلت وبصت الأرض تاني؟ قال لهم أصل الأرض دي أرض مصرية يبقى هي أرض أجدادي. 12 إبريل 2023 طلع الفيلم اللي كلنا سمعنا عنه، فيلم كليوباترا. هو فيلم كان بيتكلم على الحضارة المصرية القديمة، وطلعت فيه الملكة كليوباترا اللي المفروض انها حكمت مصر في زمن من الازمان. وطبعا كلنا في الاول كمصريين فرحنا ان في فيلم بيتكلم على القدماء المصريين وعظمتهم وعظمة الحضارة القديمة، والفيلم ده فيلم عالمي وبيتكلم عن ملكة عظيمة. رغم ان الموضوع ده مش جديد علينا لان كل الناس اللي قبل كده كانوا بيحاولوا يلاقوا محتوى عن الحضارات القديمة، وكان اهمهم هي الحضارة المصرية اللي ظهرت في افلام كتير جدا وكانوا بيتكلموا عنها لانهم مش لاقيين حضارات تانية اهم، وده بالنسبة لنا كانت حاجة حلوة جدا. لكن المرة دي لما عملوا فيلم كليوباترا اللي المفروض ان هي اصلا مصرية بس اصولها ما كانتش مصرية، بس قلنا عادي ما فيهاش مشكله لان حتى لو هي اصولها يونانيه فهي اتولدت في مصر، وابوها بطليموس ال 12 برضه اتولد في مصر، وحتى جدهم الاكبر بطليموس الاول كان بيخدم في جيش الاسكندر الاكبر، طبعا الاسكندر اللي بنى مدينه اسكندريه كلها. وبعد الاسكندر الاكبر بطليموس ده اللي كبر اسكندريه، وجي بعديه بطليموس الثاني ابنه اللي بدا يكبر في مكتبه اسكندريه وكبرت وخلاها سريه جدا بالمعلومات. فكل ده ما كانش فارق بالنسبه لنا قصاد ان اصلا كليوباترا ملكه مصريه واتولدت في مصر وحكمت مصر فتره كبيره. بس لما جينا نتفرج على الفيلم لقينا حاجه غريبه لفتت نظر المصريين كلهم، ولقينا الاعلام كله بدا يقوم والشعب المصري بدا يقوم وبدا حملات هجوم كبيره جدا على الفيلم ده بالذات، وكل الناس بدات تقول ما ينفعش الفيلم ده يمثل مصر ولا يمثل ملكه مصريه زي كليوباترا. وده كله لان الممثله اللي قامت بدور الملكه كليوباترا كانت الممثله ادل جيمس، اسمها ادل جيمس مش عادله، والممثله دي كانت بشرتها سودا. تيجي هنا وتقول لي طب وايه المشكله عشان الممثله سودا مش عاجبنا الفيلم؟ هاجي اقول لك لا استنى عليا بس عشان اللي جاي فيه حاجات كتير. كلنا كمصريين اعترضنا على الفيلم لانه ده كان تصريح من الفيلم ده ان الملكه كليوباترا كانت سودا، وده بيتماشى مع الفكره اللي عايزين يظهروه، بيقولوا ان الملوك المصريين زمان كانوا سود البشره وملامحهم ما كانتش مصريه زينا دلوقتي، لا ده ملامحهم كانت اقرب للافارقه. وطلع ساعتها الاعلام وطلع مصطفى الوزيري واتكلم كانت ضد الفيلم ده بكل افكاره اللي بتتقدم، والموضوع كبر وبدانا نرفض الفيلم في كل وسائل التواصل الاجتماعي، ورسميا قلنا ان الفيلم ما بيمثلش اي حاجه من الحضاره المصريه القديمه. والمجلس الاعلى للاثار ساعتها قال انه ده تحريف صريح للحضاره المصريه القديمه. طبعا كل ده كان بيدعم ما يسمى المركزيه الافريقيه او الافروسنتريك او الافروسنتريزم. وبعد كل التخبيط ده في الفيلم وفريق عمل الفيلم ومخرجة الفيلم، طلعت مخرجة الفيلم بعد ما سكتت كتير قوي في مجلة اسمها فرايتي، مخرجة الفيلم تينا جرافيا اللي بدأت تتكلم وتقول هو انتوا ليه يا جماعة زعلانين؟ مفيش حاجة تزعل في الفيلم، دي كانت مجرد وجهة نظر، لأنه أنا زمان لما اتفرجت على الفيلم اللي اتعمل سنة 1963 اللي كانت بتمثل فيه الممثلة إليزابيث تيلر واللي قامت بدور كليوباترا كانت بيضة قوي وشكلها ملفت للنظر، وده مش متماشي مع الأفكار اللي احنا بنقول فيها إنه احتمال كبير يكون المصريين كانوا سود البشرة، يعني معنى كده إن الفيلم ده كان معمول بطريقة غلط ولون الممثله دي كان جايه غلط اصلا، وما ينفعش ان احنا نمثل ممثله في الحضاره القديمه باللون الابيض قوي كده، لانه اكيد المصريين القدماء ما كانوش بيض قوي كده. وده طبعا كان من غير ما تظهر انها بتحاول تدعم المركزيه الافريقيه، ولما لقت عدم تقبل من المصريين قالت لا يا جماعه انتوا كده بتفرقوا بين الناس وعمالين تقولوا البيض والسود وده ما ينفعش. وبعدها بشويه جالنا الممثل كيفن هارت اللي كان جاي يعمل جوله في مصر، وبرده الجوله دي اتلغت. الجوله دي كان عنوانها رياليتي تشيك، وكان جاي يلف شويه في مصر كده، بس الجوله دي اتلغت بعد مطالبات كتير بسبب التصريح السابق ليه اللي قال ان الافارقه اصلا كانوا ملوك مصر. ومن هنا في منتصف القرن ال19 بدا يظهر ما يسمى بالمصطلح بتاع الافروسنتريك او المركزيه الافريقيه. بس تعالى قبل ما نقول ايه سبب ظهور النظريه دي نفكر الاول اشمعنى مصر واشمعنى الحضاره المصريه القديمه بالذات. موليفي كيتي اسانتي استاذ جامعي امريكي مختص في الدراسات الافريقيه، سنه 1980 كتب كتاب اسمه المركزيه الافريقيه نظريه التغيير الاجتماعي، وبدا يتكلم في الكتاب ده عن ان المركزيه الافريقيه اصلا مش هدفها حاجه وحشه لا سمح الله، لا ده كل هدفها انها تلاقي اي حضاره تنسبها للمركزيه الافريقيه او تنسبها للافارقه، لان هم يا عيني ما كانش عندهم حاجه من زمان ينسبوها لنفسهم، ومش لاقيين اي حاجه ولا اي تاريخ ولا حضارات ولا بتتكلم عن امجادهم اللي كانت قبل كده، فمن الاخر ما يعرفوش اصولهم جايه منين. ففضلوا يدوروا كتير على اقرب حاجه وانسب حاجه ممكن تبقى ليهم، وعشان كده بداوا يفكروا اقرب حاجه لينا هي الحضاره المصريه القديمه. طب انت تعرف ان كلمه كيميت اللي هي الارض السوداء اللي العبقري كريم عبد العزيز بيعمل فيلم عنها، وكلمه كيميت كانت بتطلق على الارض السوداء يعني ارض مصر، والكلام ده كان بسبب الطمي الخصيب اللي كان بيرميه فيضانات النيل على الارض المصريه، فبداوا يتكلموا يقولوا اهو كيميت يعني بتتكلموا عن السواد، احنا اللي هم الافارقه يعني، مش احنا اللي هو احنا المصريين. فعلا بداوا يتمسحوا في الكلمه دي ويقولوا لك اهو كلمه كيميت موجوده عند القدماء المصريين وبتعني الارض السوداء، بس الحقيقه ان المصطلح ده كان بيعني الارض
الارض السوداء اللي هي الارض نفسها مش البشر. وطبعا الكلام ده بدا قبلها بشويه سنه 1827 قبل الحركه الامريكيه الاهليه لتحرير العبيد. وفي الفتره دي كان في توتر امريكي كتير قوي، وكان في محاوله استبعاد للافارقه، وعشان كده كانوا بيتعاملوا معامله مش حلوه خالص. ففي مجله اسمها فريدم جورنال في الوقت ده بدات تتكلم وتشاور انه في رابط موجود بين الافارقه والافريقيين والحضاره المصريه القديمه، والكلام ده طلع بسبب المعامله السيئه اللي كان بيتعاملها الافارقه والسود في الوقت ده. كان شبه الحركه دي سنه 1917 ثوره ثانيه روسيه هي ثوره الفلاحين، واللي كان في وقتها الفلاحين بيشتكوا من ان مفيش حاجه بتجيلهم وخير البلد مش جاي لهم. فبدا يظهر حركه ثانيه على ايد كارل ماركس، وبدا يقولوا يا جماعه احنا عايزين حقوقنا. فالحكومه قالت في وقتها بس كده ما تكونش انتوا دعوه باللي جاي، هاتوا كل خير البلد واحنا نقسمه معرفتنا لكل واحد شويه، انت كيس وانا كيس. وبعدها بشويه حصل شويه مشاكل في الحركه الاهليه الامريكيه تاني، بس المره دي كانت على طرفين، طرف منهم العبيد وطرف منهم النساء. النساء في وقتها كانت بتطالب ان يبقى ليها دور مهم، من هنا طلعت حركه الفيمينيزم اللي بتشجع النساء ان هم يبقى ليهم دور في المجتمع. وعلى الناحيه الثانيه تماما العبيد كانوا بيطالبوا بان يبقى ليهم دور مهم وما يبقوش مهمشين، ومن هنا طلعت حركه الافروسنتريك. بس الحقيقه ما كانتش دي بدايه المشكله، لان المشكله الاولانيه والخناقه الاساسيه ما كانتش مع الافارقه، كانت مع الاوروبيين اللي طلعوا فتره من فترات وقالوا لك حضاره يا ابني اللي بتتكلم فيها، ده احنا اصول الحضاره، احنا اللي هم الاوروبيين مش احنا كمصريين، احنا عندنا حضاره الرومان وحضاره اليونانيين، الحضارات الاساسيه اللي قبل حضارتكم بكتير. حضارتكم المقصود بها المصريين، كان عندنا ناس عظماء زي افلاطون وارسطو وفيثاغورس وسولون وكليدس. وطبعا بغض النظر عن الهري اللي اتقال ده، لانه فيثاغورس اصلا درس في مصر في معابد مصر القديمه، وسولون اللي هو اول واحد اتكلم عن القاره المفقوده اطلانتس ده اصلا كان دارس على ايد الكهنه، وكليدس اللي عاش طول عمره في اسكندريه. من هنا جالهم الافارقه وبداوا يتكلموا عليهم، يقول لهم انتوا اوروبيين، انتوا جايين تتكلموا معانا، احنا ده احنا الافارقه يلا، احنا الاساس يلا، احنا عندنا حضاره من زمان يلا. فالاوروبيين سالوهم قال لهم فين حضارتكم اللي بتتكلموا عليها دي من الاخر؟ الافارقه قالوا لهم عندنا حضاره قديمه، الحضاره المصريه القديمه بتاعتنا دي عايده عليهم هم مش علينا احنا، على كلامهم هم طبعا. وقامت العركه ودارت الخناقه في وقتها بين الاوروبيين اللي بيقولوا ان اساس الحضاره المصريه بتاعتهم هم، لانهم ما يقدروش يقولوا غير كده، وما يقدروش يقولوا ان كل العلوم بتاعتهم متاخده من الحضاره المصريه القديمه، وان كل علمائهم اللي بيتكلموا عليهم دول كانوا دارسين اصلا مع القدماء المصريين. وبين الافارقه اللي بيقولوا ان الحضاره المصريه القديمه اصلا بتاعتهم، ودول قاعدين بيتكلموا مع دول وبيتخانقوا مع بعض، واحنا قاعدين نتفرج على الاثنين وهم عمالين يتخانقوا مع بعض على حضارتنا احنا. طب انتوا بتتكلموا انتوا الاثنين، ما بالاولى تيجوا تسالونا احنا اصحاب الارض والحضاره الاصليين. يا كابتن انت وهو قربت توزع في مال موليفي كيتي، كتب كتاب اسمه كيمة المركزية الأفريقية والمعرفة، وبدأ يدرس في الكتاب ده الحضارة الأفريقية وأصولها، وطلع مصطلح اسمه الأفروكولوجي اللي كان بيتكلم فيه على الأفارقة، وإن أساس مشاكلهم مش إن هم ينسبوا الحضارة المصرية تحديدا، بس دي كانت أقرب الحضارات ليهم اللي المفروض إن هم ينسبوها لنفسهم، لأن دي الملك بتاع قارة أفريقيا كلها، وهم كأفارقة عايزين يظهروا قدام الأوروبيين إن هم معاهم تاريخ وحضارة وكان ليهم قوة زمان، ولا الأوروبيين هيحطوا عليهم ويقولوا إن دول كانوا عبيد زمان وكانوا مهمشين من الحضارة المصرية نفسها. فكان أساس ظهور المصطلح هو المشاكل مع الأوروبيين، يعني من الاخر الافارقه كانوا بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم وبيحاولوا ينتقدوا المركزيه الاوروبيه اكتر بكتير ما هم بيثبتوا المركزيه الافريقيه نفسها، وعشان يقفوا ضد الاوروبيين كان لازم ينسبوا اي حضاره ليهم، وهي اقربهم الحضاره المصريه. اوزو اسنوان وهو استاذ الادب في كندا، وهو اصلا امريكي افريقي، بدا يتكلم بعد ما عمل ابحاث كتير ودراسات كتير جدا انه كتاب كيمة ما فيهوش اي حقائق وكل اللي فيه اختراعات، وانتوا عمالين تهبدوا يا جماعه، والكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحه، احنا ملناش اي اصول مصريه، وبلاش نتكلم عن تواجدنا ايام المصريين كانوا بيعملوا فينا ايه. اسو كيتا عالم انثر بيولوجي متخصص في دراسه سكان شمال افريقيا، سنه 1992 عمل اختبار وتحليل على الجماجم المصريه عشان يجيب اصولها ويعرف اصلها ايه بالظبط، وبدا يتكلم بعد نتائج التحليل دي ان اصول المصريين كانت نابعه من اختلاط بعض الاجناس، زي اولهم سكان شمال افريقيا اللي هم سكان الدلتا، وسكان صحراء مصر اللي هي سيوه، وبعض الصيادين على نهر النيل اللي هم اساسا الصعايده، مع النوبيين وشويه هجرات من الشام، وكل ده اتضرب في بعض في الخلاط وطلعوا المصريين القدماء مع شويه هجرات بسيطه من الهكسوس، وغير كده مفيش اي هجرات خارجيه، ومفيش ظهور للافارقه في تاريخ القدماء المصريين غير على هيئه عبيد، وكانوا مستعدين من القدماء المصريين نفسهم. من 7000 سنه كانت الناس معتمده على الصيد في الغابات، وما كانش في اي حضارات ولا في اي حاجه، واساس الكلام ده كان هو الصيد في الغابات اللي بيحاولوا ان هم يقضوا يومهم بيه، وبيحاولوا يتعايشوا مع الظروف البيئيه اللي هم فيها بان هم يصطادوا وياكلوا ويشربوا وهم قاعدين مكانهم. في الوقت ده كانوا عايشين في الصحراء لان الظروف البيئيه ساعتها في وقتها كانت صعبه جدا، يعني حتى في الوقت ده ما كانش لسه
في وجود الحضاره المصريه. بس مع صعوبه الظروف البيئيه اللي بدات تصعب اكتر واكتر، قرروا ان هم يتجهوا ناحيه النيل، وقالوا لك بدل ما نفضل نجري ليل نهار نصطاد ونحاول نجيب اكلنا بالعافيه، طب ما احنا نقعد جنب النيل ونزرع زي ما احنا عايزين، وهاتوا لنا بقرتين ثلاثه على خمرين ثلاثه، ويفضلوا ياكلوا من الاكل والشرب اللي احنا بنزرعه كل يوم، ويبقى فيه انتاج زراعي وحيواني، ونبدا من ساعتها نستقر ونقعد. وده كان حسب التغيرات البيئيه علشان يتعايشوا اكتر مع الموقف. بالظبط المصريين عملوا كده، ان هم اتجهوا ناحيه نهر النيل عشان يبداوا يزرعوا ويخصبوا الارض اكتر واكتر. وبطبيعه الحال يعني الحضاره بتتكون بناء على اللي حواليها، يعني مثلا لو عندك جبال هتحفر فيها زي الانباط بتوع الاردن، ولو عايش في صحراء هتبدا تعمل عشش زي الامازيغ، ولو عايش على نهر النيل هتبدا تبني الحضاره بتاعتك بناء على النهر ده زي القدماء المصريين. ومن هنا طبعا في وجود الفيضانات بدا المصريين القدماء يتعايشوا مع حال النيل وحال الفيضانات، وبداوا يكونوا القرى بتاعتهم اللي هي عباره عن بيت كبير في النص اللي هو بيت الحاكم اللي ماسك المدينه، ولو في اي دور عباده، ومن حوالين البيت ده يتبني بيوت الناس الموظفين بتوع الدوله، ومن حواليهم بشكل دائري تاني يتبني بيوت العامه بتوع الشعب. وفي الحاله دي احنا بنعلى مستوى الارض عن مستوى النيل عشان الفيضانات، والناس اللي كانت عايشه على نهر النيل تبدا تقرب من النهر نفسه عشان ده كان انسب للزراعه في وقتها. وفي الحاله دي قدروا يتعاملوا مع الفيضانات ويتعايشوا مع جو الزراعه عشان يقوموا الحضاره بتاعتنا هنا نقصد بيها احنا كمصريين. فعلا من هنا بدا يظهر مصطلح الكوم والتل اللي فضلت تتوارث اجيال عبر اجيال، وفي دلوقتي حاليا اماكن باسم الكوم والتل. وفضلت الحضاره تكبر اكتر واكتر معتمده على نهر النيل، واتبنت الحضاره المصريه القديمه باصول مصريه اساسا. بس التحريف شغال ليل نهار، وكل شويه واحد يطلع عايز ياخد الحضاره دي وينسبها لنفسه. زي ما مثلا في 2019 في المتحف الوطني للاثار في هولندا طلع واحد كده معرفش جاي منين وجاب لك تمثال توت عنخ امون ونحته بلون اسود وبالشكل الافريقي. يعني حتى في دي ما طلعتش ذكي، بتغير شكل ملك من ملوك المصريين القدماء اللي اصلا صورته معروفه وعامل له تمثال بالشكل الافريقي رغم انه اصلا موجود بالشكل الاصلي بتاعه اللي هو الشكل المصري. ومن هنا بداوا علماء الاثار المصريين يتكلموا، زي مثلا عالمه الاثار المصريه مونيكا حنا اللي قالت في كلامها ان كل الناس بتحاول تنسب الحضاره المصريه ليها لعظمه الحضاره المصريه القديمه، بس ولا واحد فيهم عارف ان هو ينسب الحضاره دي لنفسه، لان احنا الملوك واحنا اساس الحضاره دي، ومن الاخر محدش هيعرف يعمل اي حاجه مهما نحاول، لان كل الحضاره المصريه القديمه بتتكلم على ان اساسها مصري 100%، ومهما نحاولوا هنا ولا هنا يتخانقوا عليها برضه مفيش فايده، ومحدش هيعرف يقنع العالم ان الحضاره دي بتاعته لان اساسها مصريه. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده لان ده وقته ان احنا نشارك الحلقات اللي زي دي عشان الناس كلها تعرف اصول الحضاره المصريه، بدل ما نيجي في يوم من الايام ونلاقي شعب تالت طالع لنا وبيقول لنا اصل الحضاره المصريه القديمه دي بتاعتي اساسا. بتاعتي دي تعنيه هو مش تعنينا احنا. ولو لسه لحد دلوقتي ما تابعتنيش فبسرعه جدا اعمل اشتراك او متابعه عشان تلاقي كل جديد الفتره اللي جايه، واهم مواضيع هتتفاجئ من انك بتسمعها. واوعى تنسى انك تبعت الفيديو ده لكل اللي تعرفه. احنا احفاد القدماء المصريين.